مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية الخضراء. طبعا في طرق كتير جدا لعمل الملوخية، بس النهاردة هوريكم طريقتي. هبتدي بتوم كتير، تقريبا 15 فص توم. هحمر التوم في معلقتين زبدة لحد ما لونه يوصل ذهبي. مش عايزة اسيبه كتير عشان لونه ما يبقاش بني وطعمه يمرر. بعد كده هحط تقريبا معلقة كزبرة ناشفة وهحمره مع التوم لمدة 30 ثانية. وبعدين هحط الشوربة بتاعتي. ممكن تستعملي شوربة فراخ أو لحمة، أو لو عايزاها تبقى صيامي تستعملي شوربة خضار. أنا هنا في أمريكا ما عنديش ملوخية خضراء، فهستعمل الملوخية المجمدة. هحط الملوخية وهي مجمدة، هوطي النار وهفضل أقلب لحد ما الملوخية تسيح. ما ينفعش نخلي الملوخية تغلي، فأول ما هنشوف إن الملوخية غليت حبة بسيطة هنحط فلفل اسود على الوش قبل التقديم. بون ابيتي، او زي ما احنا بنقول في مصر، صحة وعافية.